وانا قاعد بسكرول في التيك توك لقيت فيديو ظهر لي بيتكلم عن اخطر التصريحات اللي صرح بيها الساحر التائب حامد ادم، فحبيت ان انا اشارك التصريحات دي معاكم. الساحر حامد ادم كان بيمتلك اكتر من 286 جنيه، ومن اغرب الشروط اللي خضع ليها عشان يكون من اصحاب الخطوة وهو ان ما يصومش رمضان ولا يصلي العصر، ولما يجي يصلي بدون وضوء. وقال كمان ان مفيش حد يقدر يشوف الجن على هيئته الحقيقية حتى الساحر نفسه. كمان مفيش حاجة اسمها السحر الأسود، وإن كل الأسامي دي عبارة عن مسميات من شياطين الإنس، وأقوى سحر عمله كان عشان يربط بيه راجل، وإن القرابين اللي بتتقدم للجن كلها شرك بالله، وغير كمان إن في طلبات طلبها منه الجن ما يقدرش يصرح بيها. ليش الجن ال 286 أساسا لماذا يعني يخدمونك؟ يخدمون لي لانه انا خدمتهم. وش الخدمة؟ الشركات هذه الشركات هذه خدمة لهم؟ خدمة ليش للجن. يستفيدون منها؟ ها والله ما اعرف انا بستفيد منها بشو. هذه المعلومه انا ما اعرفها. وفي اللقاء اللي هو ظهر بيه ما اكتفاش بالحاجات اللي قالها دي وبس، قالك على الحاجات اللي تقدر تحصن بيها نفسك من الجن. قالك كده مبدئيا الجن ما يقدرش يدخل البيت اللي موجود فيه الحبة السوداء والسدر وكمان الملح ونبتة الكول. وعشان انت كمسلم تقدر تحصن نفسك من الجن لازم تحافظ على اذكار الصباح والمساء. ودي كلها كانت اخطر التصريحات اللي صرح بيها الساحر التائب حامد ادم، وربنا يا رب يتقبل توبته. بس كده، واخيرا انا احمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.